طيب السلام عليكم، وانا اسف في التاخير في الرد، انا في وسط الشغل فيا دوب دلوقتي البريك. الفيديو القصير ده رد على سؤال او استفسار استاذ حسام حسن العميد بنفسه بيسالني، فلازم اجاوب. السؤال عن اللي حاصلين على الجي 1 فيزا، هل ممكن يحولوا الجي 1 فيزا بتاعتهم تبقى جرين كارد او لا؟ بص يا استاذ حسام سياده العميد، هو ده ممكن، بس حضرتك لازم الاول تتاكد من الجي 1 فيزا بتاعتك، لان في حاجه اسمها هوم ريزيدنسي ريكوايرمنت. دي معناها ان انت لازم ترجع لمده سنه او سنتين لبلدك او لبلد تانية، او يعني تخرج بره الولايات المتحده الامريكيه لمده سنه او سنتين لو انت حاصل على الجي 1 فيزا. هل ده ماشي مع كل الجنسيات؟ مش متاكد من حاجه زي كده، لان بصراحه التعامل حتى مع الجنسيات مختلف، المصري غير الشامي غير الخليجي غير السوداني غير المغربي غير الاوروبي غير الافريقي، كل واحد ليه وضع مختلف، وكمان كل وظيفه او دراسه مختلفه عن التاني. فانا هديك العظم بتاع الموضوع او العمود الفقري للموضوع وحضرتك برضو تسال. طيب ممكن ده يتغير. اول حاجه لو جالك عقد عمل تاني، فانت ممكن يجيلك عقد عمل يحول لك الجي 1 بتاعتك لجرين كارد، بس ده في حاله لو الجي 1 فيزا بتاعتك طبقا مع الوظيفه بتاعتك او مع دراستك او مع جنسيتك مش متطلبه ان حضرتك تخرج بره البلد لمده سنه او سنتين. طيب في حاجه تانية ممكن تحصل بقى لو انت عندك اعفاء من الشرط بتاع السنه او السنتين ده، اللي هي الاعفاء ده اللي هو الوايفر. ده بيحصل ازاي؟ اول حاجه لو عندك حاجه اسمها نو اوبجكشن ستيتمنت، دي بتحصل لو انت ما عندكش اي اعتراض من حكومتك من بلدك على وجودك في الولايات المتحده الامريكيه. يعني الحكومه المصريه مثلا ممكن تبلغ الحكومه الامريكيه اللي احنا مش عايزينه ومش مشكله، ممكن يقعد في امريكا. الحاجه الثانيه لو interested government agency هي اللي عايزاك، دي مثلا لو وكاله امريكيه او وزاره الصحه دي طالبه بقائك لظروف معينه، او ممكن لو حضرتك مثلا المهنه بتاعتك او البروفيشن بتاعتك مهمه قوي عندهم. تاني حاجه لو عندك هاردشيب ويفر، ودي لو هيكون رجوعك لبلدك في مشقه كبيره على زوجتك وعلى اولادك، ودي بتحصل لو الاولاد مقيمين في البلد والزوجه مقيمه في البلد وعندها شغلها وانت الوحيد اللي لازم تخرج، فانت لازم ساعتها لازم تعمل حاجه اسمها هاردشيب او صعوبه ان انت ترجع، عشان ما ينفعش الاسره ممكن تتفكك. الحاجه الثانيه ان لو رجعت في خطوره عليك، يعني مثلا اقليات اللي موجوده هنا، يعني مثلا سالت واحد من اصدقائنا هنا هو درزي وقال لي ان هو لو رجع في خطوره عليه فهيحاول ان هو يقدم على البقاء هنا في امريكا او الجرين كارد. تالت حاجه كونراد ويفر، ودي بتحصل لما تكون انت طبيب. يعني الشغل مع الاطباء او اللي شغالين في مجال الطب بشكل عام دول يعني ممكن اوقات كتير قوي يحصل لهم حاجه زي كده، احنا عايزين التخصص ده، عايزين الجراح ده، دي بتفرق قوي. في حاجات تانية بقى ممكن تخليك تحول لجرين كارد وحاجات بقى ملتويه كده وبتاع، مثلا تتجوز واحده مواطنه امريكيه والدنيا تبقى جميله معاك، او اللوتري وده اللي هيخليك تغير الوضع بتاعك. اعتقد ان دي كل حاجه. انا سالت ناس كتير قوي هنا معانا لان احنا عندنا ناس من كل حته، مدرسين من كل مكان، عرب وغير عرب واوروبيين وافارقه وكله، فده اللي انا جبته بعد ما سالت الناس دي كلها. ويا رب يكون الفيديو ده مفيد لحضرتك. شكرا.